فيلم غير أخلاقي على الطريق. مفاجأة في قلب بغداد. شهدت العاصمة العراقية حادثا غير أخلاقي مساء السبت بعدما جرى قرصنة إحدى شاشات الشوارع وسط بغداد وبث فيلم غير أخلاقي عبرها. وذكر موقع أن شاشة عرض في ساحة عقبة بن نافع في بغداد تعرضت للتهكير الليلة الماضية، وبث الهكر عليها فيلما إباحيا. وأضاف نقلا عن مراسل أن السلطات العراقية دخلت في حالة إنذار وأطفأت الشاشة بعد دقائق من بث الفيلم. بينما ذكرت قناة عبر يوتيوب أن شاشة الإعلانات التي تعرضت للتهكير كانت بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، مضيفة جرى عرض فيلم غير أخلاقي عليها ومشاهد غير أخلاقية. بشكركم على حسن استماعكم.